فجر رئيس فريق ترجي جالما الناشط في بطولة القسم الوطني الثاني هواة فضيحة من العيار الثقيل عندما صرح لشروق نيوز أن لاعبين من فريقه تعرضوا لمساومات من طرف وسيط من أجل رفع الأرجل في المباراة التي ستجمع فريقهم أمام وفاق القل أمسية الجمعة بملعب جالما. المزيد في ميكروفون الزميل عصام بن بنية. خلال بحر هذا الأسبوع ابتداء من يوم الأحد كشفنا عن مؤامرة دنيئة من طرف الوسيط لهنا في مدينة جالما، هو لاعب سابق في ترجي جالما اللي اللي يحاول يعني اتصل فعليا اللاعبين تاع الفريق تاعي، وعرض عليهم مبالغ مالية من أجل رفع الأرجل. يعني بالتنسيق احنا اللاعبين تاعي اتصلوا بيا وخديت كامل الاحتياطات، وعندنا يعني بالادله القاطعه والتسجيلات يعني بالمكان اللي راهو تلاقاو فيه واللي رام جرات هذه الاتفاقات. هذا الخبر جمهورنا الرياضي الكريم، نكون قد وصلنا للنهاية. شكرا لطيب المتابعة. الإصغاء. السلام عليكم.